إدارة كمان كمجلس إدارة وكله. والنادي الملك معروف عنه ما بياخدش قرارات تسويقية. قررنا بعض الحاجات اللي في مصلحة النادي. كابتن ياسين قابلنا استقالته بعد فعلا ما قعدنا مع بعض وشكرناه على الفترة اللي قدمها، وشكر ليه ولجهازه وعلى اللي عملوه السنة دي. قررنا إسناد مهمة التدريب كابتن محمد عبد الرحمن مدرب الشرقية السابق، ومعه كابتن وليد الكاس، ومعه كابتن ياسر سليمان. وأبقينا على الجهاز الإداري وعلى الجهاز الطبي كما هو، لأن فشلت المحاولات إن احنا نغير بعض الأجهزة الطبية أو الإدارية. ما لقيناش أحسن من كده يقدروا يشتغلوا. الاثنين الموجودين في الجهاز الطبي كويسين، وأنا طلبت من الكابتن بوبو النهارده إن يساعدهم شوية ببعض المعلومات كويسة. وكابتن أحمد حمدي قايم بدور برضه في حالة الإدارة كويس، فما غيرناش غير تغيير الجهاز الفني بس. فالجهاز الفني ده مؤقت لنهاية الموسم. والله بعد كده بنعمل حاجة اسمها تخطيط يمشي عليه. أول حاجة طلبنا الجهاز الفني إن هو يشوف اللعيبة اللي هتفضل معاه السنة الجاية، يصعد بعض الناشئين عشان يشتغلوا معاه السنة الجاية، يدير النادي بمنظومة محترفة أكتر من كده. فنعشر خير في الكابتن محمد عبد الرحمن وجهازه إن يقدروا يديروا النادي على أكمل وجه. أما بالنسبة لبعض الأسئلة اللي سألتني من تحت تغيير الكابتن أحمد سعيد بالكابتن محمد عبد الرحمن، والله دي سياسة نادي. النادي شايف إن الكابتن أحمد سعيد ممكن في أي وقت يسيب النادي ويروح القناة ويروح الأندية دي، واحنا عايزين مدير فني يقعد معانا سنتين. فاحنا قلنا للكابتن محمد عبد الرحمن يجي يقعد معانا ال3 شهور دول، والسنه الجايه كامله يبقى قاعد معانا الموسم كامل، يقدر يشتغل معانا ويعمل لنا فرقه تنافس على الصعود ان شاء الله، ويكون فيها نبض جديد من ناشئين نادي الملك. ده المدة. اما بالنسبه للكابتن ياسر سليمان فهو اتعين نتيجة رفض أحمد مسلم مدرب نادي دمياط والسيد الناغي مدرب النادي المصري إن هم السنة دي يشتغلوا، رافضين السنة دي إن هم يشتغلوا معانا، يعني بمعنى إن كل واحد مرتبط بعمل. فاضطرينا نجيب الأكفاء فجبنا الكابتن ياسر سليمان. بالنسبة لولد الكاس ابن النادي، وإذا كان خرج بره النادي سنة فعلا بعتبرها سنه استجمام لوليد، وان شاء الله يبدا يدير تاني مع الكابتن محمد ويدير كويس ويطلع كل طاقته، وخصوصا ان ما همش بيلعبوا تحت ضغط. مفيش ضغط. الكابتن محمد عبد الرحمن والكابتن وليد ما بيلعبوش تحت ضغط. الدوري معروف 3 فرق بينافسوا على اللي يوصل، واللي تحت معروف 4 فرق بينافسوا على ال3 ينزلوا. المريخ في المنطقه دافئه هو القناه، فما اعتقدش ان الموسم ده في شد عصبي، بالعكس ده يقدر ينتج زي ما هو عايز، ويقدر يعمل ما بداله، ممكن يفعل اي شيء هو عايز يعمله، ممكن يبدع، لان باقي 8 ماتشات ومش مطلوب منه نتائج. فمبروك للمريخ للجهاز الجديد، وشكرا للجهاز القديم بقياده الكابتن ياسين، وان شاء الله هنكون عند حسن ظن جمهور بورسعيد. والله احنا طبعا بنشكر طبعا الكابتن ياسين وجهازه الفني اللي كان موجود طبعا. الناس دي ادت اداء كويس وناس محترمين، واحنا بنكمل نجاحهم، النجاح بتاع الناس اللي كانوا فيه. احنا سنتين ان شاء الله كان هنصعد الدوري الممتاز، بس ما كانش حالفنا الحظ، واحنا بنكمل المساله بتاعت ان الجهاز الفني السابق. والله يا كابتن احنا لسه موجوده ان احنا ان شاء الله نعمل تيم كويس. فرقه نادي الملك فرقه كويسه، موجود لمجلس اداره ناس محترمين، وان شاء الله عايزين المساعده للي جايه، يعني المساعده ان شاء الله للي جاي باذن الله. احنا ان شاء الله ربنا ييسر، بس احنا نعدي بس الفتره اللي جايه دي العصيبه، ان احنا ربنا يكرمنا ونكون عند ظن مجلس الاداره، وان احنا ان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله. كابتن انا اقول لحضرتك اني ما كنتش متابع قوي الفتره اللي فاتت دي للفريق الاول، يعني على فترات، فما مش ملم بالموضوع بتاعته. واجهت مشاكل يا كابتن قدرت تعالجها؟ احنا ان شاء الله ده احنا
جايين عشان نلم ان شاء الله الشمل ونلم الفرقه كويس. نجم مريخ في الجيل كابتن وليد الكاس، طبعا عايزين نسمع منك كلمه اخيره للجمهور نادي المريخ. والله انا ده بيتي وانا ابن من ابناء نادي المريخ، بتمنى ان شاء الله ان احنا نكمل المسيره الكويسه اللي كانت موجوده، واتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يوفقنا ان شاء الله الفتره الجايه باذن الله. بالتوفيق يا كابتن وليد ان شاء الله.